السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم فكرة حلوة قوي مفيدة لنا كلنا. لما هتعمليها هتحسي ان انتي عندك راحة نفسية جدا بعد ما تعمليها. انا معايا جردل بوهية قديم. ده جردل برضو لقيته تحت الحوض كده. طبعا احنا كلنا في الصيف بنحب ننظف المطبخ كل شويه وننظف تحت الحوض وكده عشان الحشرات. فانا وانا بنظف لقيت الجردل برضو ده. لقيت اتنين، فقلت هاخد واحد اعمل منه فكره واخلي التاني ممكن استخدمه في المطبخ، لان جردل نظيف ومش متبهدل يعني زي ما انتم شايفين كده. انا الجردل ده هعمل منه حاجه حلوه قوي هتعجبكم في الاخر. هقطع الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت. يعني انا هفصل الجزئين على بعض. هاخد الجزء ده لحد اول الخط الرصاصي ده، يعني انا العلامه بتاعتي هي الخط الرصاصي. طبعا هنشوف هنعمل ايه بالجزء اللي فوق، بس احنا مبدئيا هناخد من اول الجزء الرصاصي اللي هو ده كده. هقطعه واوريكم احنا هنعمل بيه ايه. زي ما انتم شايفين كده انا قطعته كده. من هنا نازل شويه ومن هنا عالي شويه، يعني انا عايزاه يبقى مدي الشكل ده. من ورا يبقى عالي شويه ومن قدام يبقى منحدر شويه كده زي ما انتم شايفين كده. ده شكله بعد ما انا قصيته. بعد كده هجيب قماشه او طرحه قديمه، اي حته قماشه عندك بقى تكوني مش مستغنيه عنها، وهنغلف بيها الجردل. اول حاجه القاعده اللي تحت دي هغلفها عشان انا هحطها من جوه. فهعمل ايه؟ هقلب الجردل كده واخد المقاس بالطريقه دي كده، احطها كده واقص كده بالمقص عشان المقاس يطلع معايا مظبوط اهي. شايفين؟ بالطريقه دي كده. استنيني بقى ماشيه بالمقص بالطريقه دي. شايفين كده؟ كده لزقتها جوه اهي زي ما انتم شايفين. ده كده، دي كده القاعده من جوه اهي. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب باقي القماش او باقي الطرحه اللي عندي اللي هي دي، وهغلف برضو وهغلفه من بره برضو بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى القماش اللي انا قصيته او حته الطرحه اللي انا قصيتها وهحطها بالطريقه دي والزق. طبعا مش هقطع الزيادات دلوقتي، انا هلزقه الاول من بره واظبطه، والزيادات هنتنيها لجوه ونقص الزياده منها ننضفها بالمقص. شايفين بلزق ازاي؟ بحط الجردل بالطريقه دي والزق وهو بالشكل ده. طبعا ما تكتريش الشمع عشان ما يكلكعش فيه. طلعي الهواء بايديكي كده. دي اخر حته بقى بقفلها. شايفين بقفلها ازاي؟ ده اخر جزء هقفله بالطريقه دي كده كده دي، وهقفل التاني الجزء التاني عليه بالطريقه دي والزق. بعد كده بقى هجيب المقص واقص الزيادات اللي بره. الزيادات اللي هنا، الزيادات اللي جوه دي لا انا عايزاها مش هقصها دلوقتي. هقص الزيادات اللي في الجنب دي اللي هي دي، هقصها كده عشان يبقى شكلها حلو. بس كده شايفين؟ ممكن الزقها كمان هنا كده. بعد كده هعمل ايه؟ الطروف بقى اللي جوه دي كلها هسويها والزقها وانضفها واوريها.
ما عملناه بالطريقه دي، بطلناه من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا نداري اللزق اللي جوه ده. هنداريه بايه بقى؟ هقولك. هنجيب شريط ستان، اي شريط ستان برضو عندك واللون اللي يعجبك. انا هحط الشريط الاخضر ده عشان يبقى ناطق عليه اهو. هقفل بيه من جوه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هقفل بيه من جوه وهوريهولكوا برضو. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بقى شكله. ده شكله من جوه، شايفين كده اهو. وده شكله من بره. طبعا احنا عاملين الظهر عالي شويه وقدام اوطى شويه. هقول لكم ليه بعد كده. باقي بقى ان احنا نجمد عليه شويه، فهنزوقه من بره بشريط من التانتيلا كده. هحط له شريط من قدام من هنا كده يدي منظر جميل اهو. هنا كده اهو. هاجي بقى من بره كده عشان القماشه اللي انا عامله بيها اللي مغلفه بيها غامقه شويه، فانا عايزه اديله منظر حلو. فهجيب الركامه اللي انا قلت لكم عليها دي وهلزقها كده داير ما يدور عشان تفتحه شويه، عشان تديله منظر حلو يعني. اقول لكم برضو الاخر احنا هنعمل بيه ايه او هنستخدمه بايه في ايه. شايفين انا بعمله داير ما يدور كده. ننضف كده الشمع. طبعا هو زي ما انا قلت لكم من ورا عالي شويه ومن قدام نازل لتحت شويه. هقول لكم ليه برضو انا عملته كده. بس كده ما فاضلش غير الحته دي. بس كده. وهقص الزياده دي بالمقص. هقص الجزئيه دي كده بالمقص كده. شايفين هو كده تقريبا خلص. فاضل هتزينه تزيينه بسيطه خالص. هزينه بقى في الحته اللي انا لزقت فيها دي. هحط كده ورق شجر، اي بقى تزيين من عندك انتي اهو كده. واحط دي في النص كده الوردة دي، واحط ايه ده. ماشي هي دي كويسة. ده كان شكله. هقول لكم بقى هنستخدمه فيه. وده كده المنظم اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين جميل ازاي. حطينا فيه بقى حاجة الحمام اللي متنطورة، ايش على الحوض وايش على حرف البانيو وايش على الرف. لا لميناهم بقى كله في مكان واحد في المنظم ده، وتحطيهم بقى على الغسالة ملمومين كده يبقى شكلهم حلو. اه تحطيهم في اي حتة بقى تعجبك في الحمام.
شايفين كده النظام والترتيب اهو، بحاجة بسيطة، بحاجة من الكراكيب اللي بتبقى تحت الحوض، عملنا منظم جميل ورقيق خالص اهو. شايفين جماله، وحاجات كلها موجودة عندنا. يعني دي كانت طرحة قديمة، والحاجات الكلفة دي بتبقى عند في اي بيت موجودة. وبمسدس الشمع بنعمل الحاجات الجميلة دي. شايفة الشياكة والجمال ده كده منظم الحمام. طبعا دي فكرة انت ممكن يعني على الفكرة دي تعملي منظمات تانية. ممكن تعملي بقى منظم تحطيه في المطبخ، اي منظمات. يعني المنظمات لا غنى عنها في البيوت، بترتب المكان وبتخليه رايق وبتخلي الحمام شكله منظم وجميل. اتمنى بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.